طب ايه رأيك يا شيخ في زواج الأطفال؟ هل الطفلة يا شيخ عبد الله بتكون موافقة ومدركة وواعية إنها تتجوز واحد أكبر منها في السن؟ هل أصلا بيكون عندها الأهلية قانونا إن هي توافق على الجواز أو ترفضه؟ تعال نشوف. واحدة عندها مثلا 20 سنة لكنها نحيلة أو ضعيفة جسديا لا تتحمل العلاقة الزوجية، العلاقة الحميمة يعني تحديدا، فلا يجوز لوليها أن يزوجها لأنه كده بيلقي بها في التهلكة. طب يعني لو واحدة عندها 25 سنة ورفيعة شويتين مش هينفع تتجوز عشان الرفع ده مش بيخليها مستعدة للجواز رغم انها بلغت وممكن تحمل وتخلف عادي في جدا. عندنا حاجة اسمها سن الزواج اللي هو العقد، وسن الزواج اللي هو الوطأة أو الدخول بالزوجة اللي هو العلاقة الزوجية، ليلة الدخل يعني. جميل يا عم، في فرق بين سن كتابة العقد وبين الوطء اللي هي ليلة الدخلة يعني. ماشي برضو، قول لي سن كتابة العقد ده اللي بيحلل جوزها انه يتجوزها ويجبرها على الجماع بيبدأ من سن كام يا عم عبد الله رشدي؟ سن الزواج اللي هو العقد ده ممكن يحصل في أي وقت، يكون عندها 7 سنين 8 سنين 10 سنين. يعني انا ممكن اتجوز واحده عندها 8 سنين عادي؟ طب دي هيكون عندها وعي يعني هتقبلني جوزها ولا مش هتقبلني، ولا هتتعامل معايا ان انا صاحب ابوها واروح افسحها؟ يعني انا دلوقتي عندي 34 سنه اروح اتجوز بنت عندها 8 سنين عادي يا عم عبد الله؟ اكتب الكتاب عليها يعني وعندها 8 سنين؟ طب دي لو جيت اتجوزتها هعمل لها فرحها في قاعه افراح ولا في الكيدز اريا؟